الراجل ده بالرغم من انه كسر ال47 سنة الا انه لسه بيحلم انه ياخد شهادة جامعية، علشان كده جاب مدرس خصوصي يديله دروس في البيت. بس للاسف هو ملوش في المذاكرة خالص، وده اللي خلى المدرس يتجنن منه. المدرس كان دايما بيهزقه وكمان كان بيزن عليه علشان يسيب التعليم. وفي اللحظة اللي المدرس كان بيلم فيها حاجته علشان يمشي، لمح شلة رجالة لابسين بدل سودا بيوطوا باحترام شديد للطالب بتاعه. طلعت المفاجأة ان الطالب العادي ده هو دوك بال، الراجل التاني في عصابة تشيل سونج. دوك بال أمر رجالته إنهم يوصلوا المدرس لبيته بأمان، وبعدين راح علشان يحاسب الخاين اللي جوه العصابة. بس اللي ما كانش في الحسبان إن الخاين ده خد المدرس رهينة. دوك بال أمره إنه يسيب الراجل البريء ده يروح لحاله، ووافق إنه يواجهه راجل لراجل. وفي اللحظة اللي مسك فيها الخنجر، المدرس أغمى عليه في مكانه من كتر الرعب. وفي النهاية دوك بال خلص العركة دي كلها بوكس واحد متين. وبعدين وقف يستنى بره أوضة الطوارئ، ووصى رجالته إنهم ياخدوا بالهم كويس قوي من المدرس. وهو واقف بيستنى كان بيراجع كلمات الانجليزي الاساسيه في سره، لسه بيستعد لامتحان دخول الجامعه اللي قرب. وفي الليله دي دوك بال قابل زعيم العصابه المعلم سيو. المعلم سيو كان ناوي يعتزل وقعد يزن على دوك بال انه يسيب المذاكره ويمسك هو اداره العصابه. دوك بال حس انه متشعلق بين واجبه وبين حلمه، فخد عربيته وطلع يتمشى بيها لوحده علشان يصفي دماغه. وهو في السكه لمح واد في الثانوي واقف على سور كوبري المشاة وعمال يترعش من الخوف. دوك بال فهم في لحظتها ايه اللي هيحصل، وجري بسرعه البرق علشان يلحقوا ويمنعوا. في اللحظة الحاسمة دي عربية نقل تقيل كانت جاية طايرة عليهم. السواق كسر دريكسيون في آخر ثانية ويا دوبك تفاداهم بأعجوبة. أول ما دوك بال قعد علشان يطمن على الواد، عربية تانية لبست فيه، ولما فاق واسترد وعيه في المستشفى قام وسند على الحيطة لحد ما وصل للمراية، وهناك شاف الواد اللي هو أنقذه بيبص له من جوه المراية. في الأول افتكر إن ده مجرد حلم، لحد ما سمع أصوات زعيق وخناق بترن من بره الأوضة. دوك بال خرج علشان يسلم على رجالته، بس واحد منهم واسمه كام رزعه بوكس جامد في وشه، والوجع خلاه يدرك الحقيقة ويقول لنفسه إن ده مش حلم، دي حقيقة. واحد تاني من رجالته واسمه هان صرخ فيه وقال إن الزعيم بتاعنا مات وهو بيحاول ينقذ حتة واد جاحد وأناني زيك. وبعدين سحبوا دوك بال وخدوه على العزا وغصبوا إنه يعتذر. دوك بال اتعصب جدا وصرخ فيهم وقال انتوا عاملين عزا ليا ليه؟ انا ما متش، انا لسه عايش اهو. هان شتمه واعتبر كلامه ده اهانه للميت وهددوا انه هيدفنه حي، لحد ما المعلم سيو اتدخل ووقفهم. دوك بال جري على المشرحه وهو بيحاول بكل الطرق انه يرجع لجسمه تاني، بس فشل. الدكتور قال له مفيش حد بيرجع من الموت الا لو الزمن نفسه رجع لورا. الكلمتين دول نوروا لمبه في دماغه وادوا له فكره. دوك بال رجع لكوبري المشاة تاني علشان يكرر نفس اللي حصل في الليله دي بالظبط، بس لما فاق تاني لقى ان 3 ايام عدوا ورجله اتكسرت. راح زار المقابر ومفيش حاجه لقاها غير ان جسمه اتحول لرماد. طلع تنهيده طويله من قلبه وحس انه ضايع ومش عارف يعمل ايه. بس الغريبه ان روح الواد ما كانش ليها اي اثر خالص. بدا يقلق ان الواد مش عارف يرجع بسببه. وفي اللحظه دي دخلت الاوضه في المستشفى واحده ست شعرها قصير. دوك بال افترض وقتها ان دي ام الواد، فسلم عليها بكل ادب واحترام، بس هي ردت عليه بقسوه وقالت له انت ليه دايما بتعمل لنا مشاكل؟ هي امك اللي قالت لك تعمل كده علشان تلفت انتباه رئيس مجلس الاداره؟ وقالت انها جابت اخرها وتعبت من كتر ما بتحميه هو وامه. وبعدين مشيت بسرعه. دوك بال فضل واقف مكانه وهو متلخبط ومش فاهم حاجه. بدا يدرك ان حياه الواد ده ممكن تكون اعقد بكتير من اللي كان متخيله، وعلشان يعرف الحقيقه فتح التابلت وبدا يقرا مذكرات الواد. هنا اكتشف ازاي الواد ده بيكره المدرسه، وازاي انه في يوم من الايام اتمنى انه يختفي من الدنيا دي. والواد اسمه ايهان كان ضحيه للتنمر في المدرسه. العيال البلطجيه كانوا بيجبروه انه يسرق، وكمان كانوا بيستخدموه كهدف يتدربوا عليه في رمي السهام. كل يوم كان بيعدي عليه كانه عايش في جحيم، لحد ما قابل واد اسمه سيك يونج في فصله الجديد. ايهان كان نفسه صاحب سيك يونج، بس البلطجيه طلعوا عليه اشاعات انه واد بيطارد الناس. كل العيال بدات تتجنبه. وبعد ما خلص قرايه المذكرات، دوك بال كسر التابلت من كتر غضبه وحلف انه يرجع المدرسه علشان يطحن البلطجيه دول ويتاكد ان ايهان هيقدر يعيش حياه طبيعيه لما يرجع. تاني يوم دوك بال ضرب جرس الباب بتاع بيت ايهان. فتحت له ست كبيره في السن، ومن طريقتها واسلوبها فهم انها الشغاله، ومن الكلام معاها عرف ان ايهان ده في الحقيقه ابن غير شرعي لرئيس مجلس اداره شركه اوكي للمقاولات. وعرف كمان ان امه الست سونج مرميه على الكنبه وغائبه عن الوعي من كتر الشرب. وطلعت الست المغروره بتاعت امبارح بالليل دي هي السكرتيره بتاعت رئيس مجلس الاداره. وعلشان يرجع صحته، دوك بال اكل كل الاكل اللي كان على الترابيزه وخلى الشغاله واقفه مذهوله. اتخنق من شكل شعره المنعكش، فراح للحلاق وحلق حلاقه نظيفه ومظبوطه، وبعدين لقى شويه هدوم على الموضه، وكان ناوي يشتري كتب وملازم جديده علشان السنه الدراسيه، بس ما كانش عارف يختار ايه بالظبط. في اللحظه دي خبط بالغلط في واد تاني وطلع
الواد ده هو سيكيونج، نفس الواد اللي إيهان كان معجب بيه بقاله فترة طويلة. سيكيونج بصله وهو حاسس إن بالرغم من إن الشخص ده شبه إيهان بالملي إلا إن تصرفاته مختلفة تماما، وخصوصا لما جم يمشوا قال له يروح البيت بدري وما يخليش أمه تقلق عليه. سيكيونج استغرب جدا من الكلام ده، نبرة صوته كانت شبه نبرة الأب أكتر من واحد في سنه. وبعدها بشوية دوك بال راح المستشفى عشان يفك الجبس من رجله، ودخل على طول في تدريبات قاسية علشان يخلي الجسم ده أقوى. أول ما حس إنه جاهز رجع المدرسة وقلبه مليان حماس. وفي أول يوم مدرس الألعاب هزقه علشان ما كانش لابس البادج بتاع اسمه. بدل ما يتوتر ويخاف اعتذر له بكل ثقة وساب انطباع قوي جدا. وجوه الفصل سأل شوية بنات بكل ذوق عن مكان الديسك بتاعه، قالوا له إن الأماكن لسه ما اتحددتش، وفضلوا باصين للشاب الوسيم الغريب ده بفضول. كلهم حسوا إنهم شافوه قبل كده. ولما المدرس بدأ ياخد الغياب الفصل كله اتصدم لما اكتشفوا إن الواد الجديد ده هو إيهان. الطلاب بدأوا يقلقوا لما عرفوا إنهم هيقضوا سنة تانية مع الواد اللي بيطارد الناس. وأول ما المدرس خرج واد قرب من دوك بال علشان يستفزه. دوك بال بص على البادج بتاع اسمه وعرف إنه من البلطجي اللي اتذكر في مذكرات إيهان. وبعدها بلحظات شلة من البلطجية سحبوه لمكان مقطوع وكانوا ناويين يعلموه الأدب، بس دوك بال ما خدش الموضوع بجدية خالص، ده حتى قعد يتريق عليهم وتحداهم كلهم يهجموا عليه. في نفس الوقت هو اللي ضرب الأول ووقع واد ضعيف فيهم، بس عانى شوية مع واحد أقوى منه. حاول يعتمد على مهاراته القديمة في خناقات العصابات، بس للأسف الجسم الجديد ده كان تقيل ومش قادر يتجاوب بسرعة، وما قدرش يتفادى ضربة مين العنيفة. فجأة هب شوية هوا ودوك بال لقى نفسه وش الوش مع روح إيهان. إيهان اترجى انه ما يعملش أي حاجة بجسمه لأنه مهما حاول مش هيقدر يغير حياته البائسة. ودوك بال حاول يشجعه ويقول له يمسك نفسه ويبقى راجل، بس إيهان اختفى فجأة في الهوا. وبعدين سيكيونج صح دوك بال واقترح عليه يروح أوضة الزائرة الصحية علشان يعالج الجرح بتاعه، بس دوك بال رفض. سيكيونج حذره وقال له لو رجعت الفصل بالمنظر ده كل العيال هتتجنبك زي زمان بالظبط. وهنا بس دوك بال وافق، ولأن الدكتور ما كانش موجود سيكيونج هو اللي عالج له الجرح بنفسه. وسأله ليه دوك بال عامل نفسه ما يعرفوش في المكتبة، خصوصا انهم كانوا اصحاب مقربين زمان. دوك بال اتجمد في مكانه لان إيهان ما جابش سيرة الموضوع ده خالص في مذكراته، ومن كتر الربكة كذب وقال له انه فقد الذاكرة بسبب خبطة في دماغه وانه بيتمنى انهم يكملوا صداقتهم. سيكيونج ابتسم بسخرية وقال له احنا عمرنا ما كنا اصحاب، انت بتزتني. وطلع انه كان حاسس من بدري ان الشخص اللي واقف قدامه ده مش هو إيهان الحقيقي. نظرة عينيه ونبرة صوته وكل حاجة فيه كانت تحسها مختلفة. دوك بال ما جادلش معاه اكتر من كده، بس قال له بكل بساطة انه ما يضيعش وقته في حاجات ملهاش لازمة ويركز بس في مذاكرته. لما رجع الفصل اخد باله من ادوات البنات الملونة والفخمة وما قدرش يمنع نفسه انه يحس بشوية غيرة، فبدأ يفتح معاهم كلام وكان امله انه يصاحبهم. بعد المدرسة عزم البنات بكل ذوق انهم يركبوا معاه عربيته الفخمة وعزمهم على عشاء ملوكي. وتاني يوم جاب معاه الوان مية اشكال والوان للفصل، قعد يتباهى بيها قاصد وخلى البنات تفطس من الضحك. وفي اللحظة دي سيكيونج قرب وسمعهم وهما بيمدحوا في دوك بال وبيقولوا عليه عاقل ومراعي للي حواليه ودمه خفيف، وده زود شكه اكتر حوالين حقيقة مين هو دوك بال ده. وفي حصة الالعاب دوك بال ادى اداء مبهر وجاب الدرجة النهائية، والمدرس اتصدم من التطور المفاجئ ده. دوك بال ظبطه بكلمتين حلوين وكسب رضاه بسهولة، بس سيكيونج فضل يراقبه بشك. وبعد الحصة دوك بال لمح السكرتيرة وهي داخلة المدرسة، حس ان في حاجة غلط فجري عليها علشان يقطع عليها السكة وسألها بحزم هي جاية هنا ليه. من غير ولا كلمة راحت ضرباه بالقلم وهزقته وقالت له انه قليل الادب، وشرحت له انها جايه تخلص ورق نقله لمدرسه داخليه. دوك بال قرب منها خطوه وقال لها بكل حزم ان المكان اللي هيروح فيه ده قراره هو بس. وبعدين شد نضاره الشمس بتاعتها وداس عليها بجزمته وقال لها اياكي تلعبي معايا تاني. السكرتيره رجعت لعربيتها وهي بتغلي من الغضب والاهانه، واللي ما كانش متوقع ان كان موجود هناك وقال لها انه هيتصرف في الموضوع. وفي الليله دي دوك بال رجع اوضه المذاكره واتفاجئ لما لقى سيكيونج قاعد جنبه وكمان بيعرض عليه انه يذاكر له. ويا دوبك بدا يحس بالامتنان سيكيونج مال عليه وساله بصوت واطي انت اسمك الحقيقي ايه؟ دوك بال بدا يسال نفسه هو ايه اللي حصل بالظبط بين سيكيونج وبين إيهان. ما بانش عليهم انهم اعداء بس في نفس الوقت مش اصحاب قوي. وكل يوم دوك بال كان بيتعذب بسبب درجاته الزفت، وزن سيكيونج اللي ما بيخلصش كان بيعصبه اكتر. وعلشان يطلع خنقته راح الجيم يتدرب ملاكمه وكان بيحاول يسترجع خفه حركته بتاعت زمان. وبعدين راح يريح اعصابه في الحمام الشعبي، وهناك لقى 2 بلطجيه نطوا في حمام السباحه وبداوا يعملوا دوشه ومشاكل. ومن غير اي تفكير دوك بال مسك واحد فيهم من مكانه الحساس وعرف
يعرف نفسه انه الراجل التاني في عصابة تشيل سونج. حذرهم وقال لهم لو عاوزين يعيشوا في الكار ده احسن لهم يتعلموا اصول الادب في الاماكن العامة. وقبل ما يمشي اداهم كمان شوية فلوس، والاتنين وطوا باحترامه وهو ماشي. الصدفة البحتة ان البلطجية دول كانوا تبع العصابة الجديدة بتاعت كام. راحوا بلغوا ان في واد بيسمي نفسه دوك بال كان بيتنطط وشايف نفسه عليهم، بس كام كبر دماغه وما سالش في الموضوع كتير، ساب الواد لحاله. وفي الوقت ده دوك بال رجع البيت لقى سيكيونج مستنيه هناك. سيكيونج قال له انه جاي علشان يذاكر له للامتحان التجريبي اللي قرب. دوك بال قال له يستنى في الاوضه لحد ما يسند الست السونج السكرانه ويوديها اوضتها. سيكيونج استغل الفرصه وقعد يفتش في الاوضه عشان يلاقي ايهان اللي كان مستخبي. وفجاه دوك بال ظهر وساله بغضب ليه هو مهووس قوي بماضي ايهان بالشكل ده. سيكيونج رد عليه وقال له انه عنده كلام عايز يقوله لايهان الحقيقي. دوك بال لاحظ احساسه بالذنب وحقق معاه وساله اذا كان عمل حاجه وحشه في ايهان. سيكيونج ما ردش، وبدل ما يجاوب اتهم دوك بال انه سرق حياه ايهان وكذب على زمايلهم في الفصل. دوك بال انفجر فيه وقال له كان المفروض تدور على ايهان بدري عن كده قبل ما يرمي نفسه من فوق كوبري المشاة. ولما سيكيونج كان لسه هيضغط عليه اكتر سمعوا صوت زعيق جاي من تحت. الست السونج كانت حالتها النفسيه منهاره جدا لدرجه انها ضربت دوك بال بالقلم. حضنها وحاول يهديها بس هي فضلت تشتكي وتقول لو ما كنتش خلفتك كان زمان نجحت وبقيت ممثله كبيره. دوك بال حضنها جامد تاني وهمس في ودانها وقال لها ان الوقت لسه ما فاتش وتقدري ترجعي تاني. وقبل ما يمشي سيكيونج اخد شعرايه من دوك بال ومن الست السونج من غير ما حد يحس. بس دوك بال لمح الموضوع ده بالصدفه وقال له على بلاط انه طالع عينه كل يوم في المذاكره والعيله وتنمر المدرسه ومش ناقص سيكيونج يجيب له مشاكل تانيه. في اللحظه دي سيكيونج جاله تليفون من ابوه، رد وهو متوتر وقال له انه عند واحد صاحبه ووعده انه هيرجع البيت بسرعه قبل ميعاد الحظر بتاعه. بس اول ما وصل البيت ابوه اتهمه بغضب انه كذاب، وطلع ان السيد تشوي كان منزل تطبيق تتبع على تليفون سيكيونج من زمان وكان عايز يعرف مين هو صاحب سيكيونج ده، هل هو ولد محترم ولا لا. سيكيونج قال له انه صاحبه اسمه ايهان وانه واد دحيح وبيذاكر كويس. تشوي فكره وقال له بصفته ابن وكيل نيابه ممنوع عليه يكذب ابدا. ولما رجع اوضته سيكيونج كان بيترعش والذكريات بتاعت ابوه وهو بيهزقه وهو صغير كانت بتطرده. تاني يوم دوك بال دخل المدرسه ولقى شله بلطجيه محوطينه، كانوا متغاظين منه علشان هو بدا يسوق فيها الايام دي، فراحوا موريينه فيديو وفي الفيديو ده كانوا بيعذبوا ايهان بقسوه شديده ووصلت بيهم انهم كبوا عليه لبن. دوك بال دمه غالي من الغضب وكسر التليفون حتت. مين حاول يستفزه اكتر بس دوك بال رد عليه ببرود وقال له هنشوف مين اللي هيتضرب المره دي. مين اتعصب من طريقته وراح ضربه الاول، بس المفاجاه كانت ان دوك بال طيره بشلوت وبعدين نزل فيهم ضرب واحد ورا التاني حتى اكبر واحد فيهم، وفي الاخر خلص الخناقه بضربه جابت الناهيه. مين كان مذهول وساله هل انت شغال تبع عصابه؟ دوك بال ابتسم وقال له انه الراجل التاني في عصابه تشيل سونج. في نفس الوقت مدرسه الفصل كانت بتتمنى ان السيك يونج يحمي ايهان من التنمر، وقبل ما السيك يونج ما يرد شاف دوك بال راكب فوق مين وبيديله العلقه التمام. المدرسه جريت على تحت وزعقت لمين علشان بيستقوي على زميله تاني. مين قعد يحلف ان هو الضحيه بس هي ما صدقتوش وخدت ايهان ومشوا بسرعه. في المكتب المدرسه اقترحت انهم يعملوا مجلس تأديب للعنف المدرسي ويعاقبوا العيال الصيعه دي، وبناء على ملف مين الاسود كان ممكن يتفصل خالص او ينقلوه لمدرسه تانيه. بس دوك بال ما كانش عايز كده لانه كان عايز مين يعتذر لايهان وش في وش، فطلب من المدرسه تسيبه هو يروق مين بمعرفته. وبعدين دوك بال راح يدور على مين ولقاه بيثبت عيلين صغيرين بياخد فلوسهم، راح واخد الفلوس منه ورجعها للعيال المظلومه. امر البلطجيه انهم يجوا المدرسه كل يوم بانتظام، كان عايز يخليهم جنبه وتحت عينه علشان يفضل يربيهم ويدقهم. مين ما قدرش يمسك نفسه وراح ضربه بوكس تاني بس دوك بال كتفه بكل سهوله. الباقيين قعدوا صف واحد زي الالف وبيسمعوا كلام. دوك بال حذرهم انهم اياك يزوغوا من المدرسه تاني وامرهم يمسحوا الفيديوهات دي والا هيدفنهم احياء. وبكده دوك بال حقق اول امنيه ليه ووقف التنمر في المدرسه نهائيا. وامنيته الثانيه كانت انه يعمل صحاب، وامنيته الثالثه كانت انه يحمي ام ايهان، والرابعه كانت انه يدخل الجامعه. بس الامنيه الاخيره دي كانت اصعب واحده بصراحه من غير كلام يعني. وعلشان يهيئ جو مناسب للمذاكره دوك بال امر مين يجي الفصل في ميعاده وما يعملش دوشه للعيال. في الفسحه كان بيمنع مين انه يغلس على العيال الضعيفه، وعلشان مين يتفادى علقه ثانيه ما كانش قدامه حل غير انه ينفذ كلام دوك بال بالحرف. في الوقت ده سيك يونج بعت عينتين الشعر علشان يعمل تحليل DNA وطلب من دوك بال نسخ من السجل العائلي والبطاقه علشان يكمل التحليل. دوك بال تعاون معاه بس ما كانش فاهم ليه سيك يونج مصمم قوي يعرف هو مين بالظبط. وبعدين نادها على مين علشان يكلموا على انفراد، وكان عايز يعرف ازاي ايهان وسيك يونج كانوا بيتعاملوا مع بعض زمان. مين قال له ان ايهان كان بيحترم سيك يونج جدا وكان بيمشي وراه في السر، وقال كمان ان سيك يونج بلغ في مره عن التنمر علشان خاطر ايهان ويمكن علشان كده
ايهان كان نفسه يصاحبه. بس الغريب في الموضوع ان لما ايهان اتهموه ظلم انه بيطارد الناس، سيكيونج ما اتكلمش خالص وسكت. دوكبال بدا يشك في ايه اللي مخبيه سيكيونج ده، بس هو كان عنده مصيبه اكبر دلوقتي. درجاته كانت لسه في النازل وبقت فضيحه، ومع انه ما كانش بيعمل حاجه غير انه ينام ويتدرب، كان بيقضي باقي وقته كله في المذاكره، ومع ذلك لسه بيسقط في الرياضه. حتى سيكيونج اتصدم من كميه الغباء والضياع اللي هو فيه، وهو متمسك باخر امل ليه. دوكبال اترجى سيكيونج انه يذاكر له، وفي اللحظه دي دخل 3 ولاد عزموا سيكيونج ينضم لجروب المذاكره بتاعهم. دوكبال لقط الليله، فهم نيتهم على طول، كانوا عايزين يذاكروا مع الواد الدحيح وبس، فطلب هو كمان ينضم ليهم، وكمان نصب نفسه زعيم الجروب. سيكيونج قال لهم لو دوكبال دخل انا كمان هدخل، فالزعيم بتاعهم ما لقاش حل غير انه يسحب العزومه خالص. وبعد ما مشوا، دوكبال قال له انه مش ناوي يعيش عالة عليهم زي العيال دي، ووعدوا ان اي حاجه سيكيونج يطلبها هينفذها له قصاد انه يذاكر له. بعدين دوكبال قابل ال3 ولاد دول صدفه في الحمام. الزعيم بتاعهم اتريق عليه في وشه وقال له يا اللي بتطارد الناس. دوكبال خطف كره السله من ايده وتحداهم، والقاعده كانت سهله، اللي يجيب 5 نقط الاول يكسب، ولو دوكبال خسر هيقنع سيكيونج انه ينضم لجروب المذاكره بتاعهم. في الوقت ده سيكيونج اخد باله من العيال اللي بتجري على ملعب السله ومشي وراهم، وفي اللحظه دي بالذات جاله تليفون بيقول ان نتيجه التحليل اثبتت ان العينتين فيهم صله قرابه، ومع ذلك كان رافض يصدق ان الواد اللي واقف قدامه ده هو ايهان، لان مفيش حد بيتغير بالشكل ده مهما حصل. نرجع للملعب. مهارات دوكبال العاليه ابهرت الكل، وكسب الماتش بسهوله، وفضح الزعيم بتاعهم قدام الناس، واتهموا انه بيشوه سمعه ايهان من غير ما يعرف الحقيقه. حذر الكل انهم يبطلوا يطلعوا اشاعات، وبعدها سيكيونج وافق انه يدي دروس لدوكبال، بس بشرط ان دوكبال ينفذ اي حاجه يطلبها منه. والاتنين راحوا اوضه المذاكره، وهناك سيكيونج عمل له جدول مذاكره مخصوص على مقاسه، بس ما خدش وقت طويل لحد ما دوكبال بدا يسقط وينام على نفسه. علشان يفوق اقترح انهم يروحوا يشربوا حاجه، وفي الكشك مد ايده من غير ما يحس على ازازه خمره، ولما شاف نظره الاستغراب على وش سيكيونج برر بسرعه وقال ان افتكرتها سبرايت. بعدين سيكيونج لمح كيكه اناناس على الرف، افتكر كلام الشغاله لما قالت ان ايهان عنده حساسيه شديده من الاناناس وممكن تقفل مجرى التنفس بتاعه خالص. في اللحظه دي دوكبال مسك الكيكه فجاه وحاسب عليها، وسيكيونج زق الكيكه ناحيته بحذر، وكان بيحاول يتاكد هل هو بجد ايهان ولا لا. في اخر ثانيه حس بالذنب ووقف دوكبال. دوكبال استغرب وبكل برود مسك حته جيلي وكلها، بس طلعت بطعم الاناناس. وقع في ساعتها وهو بيفرفر ومش قادر يتنفس. في المستشفى سيكيونج اتاكد 100% ان الواد ده مش هو ايهان، لان لو ايهان كان فقد الذاكره بجد كان الناس اللي حواليه هيقولوا له فورا انه عنده حساسيه من الاناناس. وواضح جدا ان دوكبال ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وده يثبت ان حوار فقدان الذاكره ده كدبه. المشهد رجع لورا بفلاش باك لما ايهان راح بيت سيكيونج في حاله يأس، وكان بيترجاه يساعده. سيكيونج رفض ببرود، بس ما عرفش ينام الايام من كتر القلق ووجع الضمير. ولما قابله بعدين في المكتبه اتصدم لما لقى ايهان بقى شخص تاني خالص، وبدا يخاف ان قسوتي دي هي اللي زقت ايهان انه يعمل حاجه وحشه في نفسه، والفكره دي كانت هتقضي عليه. فجأة دوكبال قعد مصلوب وقال له بكل حزم انه هيشوف ايهان تاني وهتجيله الفرصة انه يعتذر له، بس هو محتاج سيكيونج يساعده في المذاكرة علشان ايهان يقدر يرجع بأمان ويعيش حياة نظيفة. وبالرغم من شكه سيكيونج وافق في النهاية، وفي الليلة دي عمل له خطة مذاكرة محترمة كان بيذاكر له بصبر كل يوم. في الوقت ده مين كان عايز ينضم لعصابة كام علشان يتعلم ازاي يضرب ويتخانق. في اول يوم ليه بعتوه في مأمورية طارئة، وفي ناحية تانية دوكبال رجع البيت ولقى 2 رجالة لابسين اسود بيخطفوا ام ايهان. المفاجأة ان مين كان قاعد في عربية الهروب كشريك معاهم. دوكبال هجم فورا علشان يضرب واحد من البلطجية، في حين ان سيكيونج منع التاني انه ياخد الست سونج، ودي كانت اول مرة مين يشوف فيها عنف بالشكل ده قدام عينيه، وترعب جدا فنط من العربية وطلع يجري. وبسبب ضعف الجسم ده دوكبال بدأ يخسر المعركة واحدة واحدة، ويا دوبك واحد من البلطجية طلع مطوة، سرينة البوليس ضربت قريب منهم وخلتهم يهربوا. وبعد ما ودوا الست سونج المستشفى ظهر ضابطين وسألوا ايه اللي حصل. دوكبال من غير ما يحس طلع شوية فلوس علشان يمشي الدنيا، وبعدين اتجمد مكانه لما افتكر انه مجرد طالب دلوقتي. شك ان السكرتيرة هي اللي ورا الليلة دي كلها، بس لو قال الحقيقة ده هيفضح ان ايهان ابن غير شرعي. فقال ان دول شوية بلطجية كانوا بيعملوا مشاكل وسحب البلاغ. وهم راجعين البيت دوكبال قال لسيكيونج ما يتكلمش مع عيلته في البيت، ويمشي بيضة على الكدمات اللي في وشه علشان تخف. سيكيونج بص لوشه المضروب والقلق كان بياكل في صدره. وبعدها بشوية السيد تشوي سمع ان ابنه اتضرب في الشارع وغصب
طلبوا انه ياخدوا المكان الخناقه، ولما وصلوا للمكان المهجور ده تشوي ما لقاش اي اثر لخطوات او اي علامه تدل ان كان في خناقه هنا. الخوف ركب سكيونج، قعد يعض في ضوافره لحد ما داخ ووقع من طوله. في المستشفى ما فتحش عينيه الا بعد ما ابوه مشي. امه اتصلت بجوزها وقعدت تترجاه انه ما يضغطش على ابنهم اكتر من كده، بس هو دافع عن نفسه وقال لها انه بيعمل كده علشان سكيونج ما يمشيش في سكه الشمال ويبقى انسان محترم. وفي ناحيه تانيه دوك بال راح القسم علشان يسحب البلاغ رسمي، والظابط قال له ان كاميرات المراقبه اللي في بيته كانت عطلانه، فعلشان كده ما يقدروش يتعرفوا على وشوشهم. دوك بال فهم ان السكرتيره كانت مخططه لكل حاجه من بدري، وقرر ان الوقت جه علشان يواجهها وش الوش، وحاول بكل الطرق الممكنه انه يوصل لها، بس فشل كل مره. وعلشان الامان اجر حرس يلفوا حوالين الفيلا ويامنوها. وفي الوقت ده السكرتيره كانت بتزعق لكام علشان بوظ الدنيا، وكانت خايفه ان البوليس يجيبها، بس كام طمنها وقال لها ان البلاغ اتسحب اصلا، ووعدها انه هيخلص الموضوع كله بمعرفته، وامر رجالته انهم يمسكوا مين ويوروه ايه اللي بيحصل للي بيخونهم، ومين علشان عارف انه واقع في مصيبه سودة استخبى ومحدش عرف يوصل له خالص. دوك بال اخد باله كمان ان سيكيونج ما جاش المدرسه، فبعت له رساله يساله لو كان حاسس انه تعبان. سيكيونج رد وقال له انه احسن بكتير، وقال له ما يقلقش عليه. في الليله دي سيكيونج جه زي عادته علشان يذاكر لدوك بال، ودوك بال لاحظ انه عضت صباعه لحد ما جاب دم، وخاف لا يكون حصل حاجه في بيته. سيكيونج غير الموضوع بسرعه وزقه لجوه علشان يبداوا مذاكره، وبعد شويه سيكيونج طلع بره علشان يصفي دماغه. كان عارف ان ابوه اكيد بلغ البوليس وانهم زمانهم جايين على المدرسه. دوك بال حس بالذنب انه جره في الخناقات دي، فقرر ان هو يعلمه شويه حركات يدافع بيها عن نفسه. في نفس الوقت ابو سيكيونج كان بيعمل تحريات في السر عن اصل وفصل ايهان، وعرف انه ابن غير شرعي وكان بيتعرض للتنمر بقاله سنين، واستغرب جدا ان العيلين دول زمايل في فصل واحد بقالهم سنتين، وفجاه واصحاب مقربين قوي كده اليومين دول. وهو راجع لبيت دوك بال سيكيونج فضل يتدرب على الحركات اللي دوك بال علمها له، وفجاه لمح مين بيلف في المنطقه، بس قرر يعمل نفسه مش واخد باله، ومين ما قدرش يمسك فضوله وساله بزعيق انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وهنا بس اكتشف ان الست اللي اتخطفت امبارح دي تبقى ام ايهان. بعدين راحوا قعدوا في كافيه. دوك بال فكر مين انه لازم يجي المدرسه بكره ويبطل تزوغ، ومين سال بحذر عن الخناقه اللي من كام يوم، ولما سمع ان المحضر اتسحب اعصابه هديت اخيرا ونزل تفاصيل في الكيكه، وقال انه ما اكلش بقاله يومين. دوك بال صعب عليه الواد، فعزموا على البيت علشان يتعشى عشاء معتبر، وهما بياكلوا مين سال لو ينفع ان هو يبات الليله دي علشان الدفايه عنده مفصوله، وشرح لهم ان ابوه مسافر في شغل وامه رمتهم واخته عايشه في كوافير شغاله صبي هناك. اول ما دوك بال وافق سيكيونج هو كمان طلب يبات معاهم، وبعدين مين طلع البلكونه علشان يشرب سيجاره. سيكيونج طلع وراه وساله بزعيق من اللي حاول يخطف ام ايهان، وقال له في وشه ان شافه وهو بينزل من العربيه الفان دي في الليله اياها، وشك ان مين جه هنا علشان يتاكد لو كان البوليس بيدور عليه ولا لا. مين دافع عن نفسه وقال انه ما خطفش الست وانه هو اللي اتصل بالبوليس اصلا. طريقته البارده عصبت سيكيونج فراح هبده في سور البلكونه. في اللحظه دي دوك بال خرج بسرعه سال بزعيق فين الراس الكبيره اللي بتشغلهم مستخبيه فين. مين لما اتزنق اعترف ان كيم هو الرئيس بتاعه، وقال لهم على الاماكن اللي كيم بيقعد فيها. دوك بال عمره ما كان يتخيل ان الصبي بتاعه يعمل حوار واطي زي ده. وبعد المدرسه ساب سيكيونج وراح لوحده علشان يقابل كيم، بس اللي ما كانش في الحسبان ان العصابه وصلوا له الاول وخطفوه، وسيكيونج شاف المنظر ده بالصدفه وجري عليهم باقصى سرعه، بس العربيه كانت طارت، ولقى تليفون دوك بال واقع على الارض، وحاول يكلم البوليس، بس فجاه افتكر كلام دوك بال لو كلم البوليس حياه ايهان هتتدمر، فقفل السكه وما كانش عارف يكلم ابوه يطلب منه مساعده ولا لا. في الوقت ده دوك بال اتسحب لمخزن ضلمه، واول ما شالوا الغمامه من على وشه لقى تابعه الوفي بتاع زمان واقف قدامه لحم ودم. دوك بال وقف بكل ثقه وطلب منه يفسر له ايه اللي بيحصل ده. كيم افتكر ان العيل بتاع ثانوي ده هو اللي كان السبب في موت الزعيم بتاعهم، وامر رجالته فورا انهم يهجموا عليه. دوك بال روق العيال الضعيفه بكل سهوله، بس لما جه يواجه هان اللي وزنه زاد وبقى ثلاجه ما قدرش عليه واغمى عليه من كتر الضرب. في الفصل العيال البلطجيه قالوا لمين ان العصابه ناويه تزور بيت ايهان تاني، اتهموا مين انه خلع في نص المأموريه وكانوا ناويين يرجعوه علشان ياخد عقابه. مين طار من قدامهم في ثانيه، بس هو عند محطه الاتوبيس خبط في سيكيونج وسحبوا معاه علشان يهربوا. بعد ما زوغوا من العيال اللي بتجري وراهم، مين قال لسيكيونج ان العصابه ناويه تخطف ام ايهان تاني. سيكيونج اتصدم وقال له ان ايهان اصلا اتخطف. مين خمن انه اكيد محبوس في فندق شينهو، وبعد ما قال الكلمتين دول فك جري من المكان الخطر ده، وسيكيونج ما لقاش قدامه حل غير ان هو يروح ينقذ صاحبه بطوله. وهو في السكه ابوه عمال يبعت له رسائل ويزعق وعايز يعرف هو فين، بس هو طنشه واتصل بالشغاله وامر السواق يلم كل الحرس علشان يحموا الست السنج.
بعدها بشويه دوك بال فاق لقى نفسه مرمي على كنبه. كيم شك ان العيل ده كان يعرف الزعيم بتاعهم المرحوم لان طريقه ضربه كانت هي بالملي، وشرح له ان بعد موت زعيمهم العصابات التانيه حطوا ايديهم في ايدين بعض وهجموا على عصابه تشيل سونج، والمعلم سيو اتضرب ضربه وحشه ودخل المستشفى وبعدين اختفى لوحده. وهم بقالهم فتره بيدوروا عليه وبيسالوا في كل حته علشان يعرفوا طريقه لانهم ما قدروش يستخدموا اسم عصابه تشيل سونج من غيره، وعلشان كده عملوا عصابه جديده. ولما دوك بال سمع الكلام ده وشه جاب الوان وطلب من كام بحزم انه يحل العصابه دي، ووعده انه هيديله قرشين حلوين يفتح بيهم محل سمك تعابين في بلده ويسترزق منه. كام ابتسم بسخريه على العرض ده وواضح انه مش واكل معاه خالص. وفي اللحظه دي هان اتصل وبلغ ان في حرس كتير قوي متجمعين بره بيت ايهان، وكان بص للعيل اللي في ثانوي ده اللي قاعد هادي ومستقنيص وافتكر ازاي السكرتيره كانت ناويه ترمي الست سونج في مستشفى المجانين وتسفر ايهان بره البلد. هنا في من السكرتيره استهانت بالواد ده تماما. ولما دوك بال شافنا شفان دماغ كام استعد انه يخلص الحوار ده بدراعه، وقبل ما يضرب فكروا ببرود بقطع الرباط الصليبي اللي جاله وشرح له بالتفصيل الممل ازاي الاصابه دي حصلت له. كان اتصدم بل لان مفيش حد يعرف السر ده غير زعيمه وهان بس. دوك بال ساله لسه بتقرا كلمه تمساح بالانجليزي غلط ولا ايه؟ وبعدين قال له بجديه حط كل جهدك كانك بتصنع ابره من كوره حديد. كان اتجمد مكانه وافتكر ازاي زعيمه كان بيهزقه بنفس الجمله دي زمان، ومن كتر اللخبطه دي ساله انت تطلع مين بالظبط في الدنيا دي؟ دوك بال قال له فكر كويس يا حلو وسابه ومشي. في الوقت ده سيكيونج وصل لمخبأ العصابه وابوه اللي كان متتبع مكانه ظهر وراه على طول. طلع ان دي خطه انقاذ سيكيونج رتبها بالملي، كان امله انه ينقذ صاحبه من غير ما يدخل البوليس في الحوار. بحسن الحظ دوك بال خرج سليم ما فيهوش خدش وسلم على ابو سيكيونج بكل احترام. السيد تشوي طنشه ودخل جوه على طول وطلع الكارت بتاعه كوكيل نيابه واداه الكم وامره يبطل محاولات خطف الست السونج دي تاني والا يفتح تحقيق موسع يلبس فيه العصابه كلها. وكان ملقاش حل غير انه يسحب كل رجالته. وفي ناحيه تانيه دوك بال وصل البيت لقى الحرس مالين المكان. الشغاله قالت له ان سيكيونج هو اللي رتب الليله دي كلها. دوك بال بعت له رساله شكروا فيها وعزموا يذاكروا سوا، بس سيكيونج ما جاش وطلب منه يقابله في الحديقه. هناك اعتذر له وقال له انه مش هيقدر يذاكر له تاني ولازم يقطع معاه خالص. وطلع ان في الليله دي ابوه وافق انه ينقذ ايهان بس بشرط ان سيكيونج يبعد عنه نهائيا وما يشوفش وشه تاني. سيكيونج ما كانش قدامه حل غير انه يسمع الكلام. دوك بال حس بالذنب انه ورطه هو وعيلته في المشاكل دي كلها، بس سيكيونج ما لاموش خالص، بالعكس وعده انه هيفضل يساعده في المذاكره وكمان اداله رقم تليفون تاني سري. وبعد كده وبترتيب من ابوه سيكيونج اتغصب انه يذاكر مع حفيد مسؤول كبير في البلد وهو نفس الواد اللي خسر قدام دوك بال في ماتش السله. وفي حصه الالعاب دوك بال شاف شويه بلطجيه من بتوع مين، لم منهم السجاير وسالهم مين فين. العيال اترعبت وقالوا ما نعرفش وطلعوا يجروا على الفصل. بعدين البنات عزموا دوك بال انه يتصور معاهم في صور التخرج. فرح جدا ووافق على طول من غير تفكير. وتاني يوم كل الطلبه اتجمعوا في الجنينه اللي على البحيره علشان يتصوروا. وبعد يوم طويل مليان ضحك ولعب دوك بال سمع من واحد زميله ان مين شغال باليوميه في كشك. جري عليه وساله بزعيق انت ازاي بتزوغ من المدرسه؟ مين قال له ان العصابه بتدور عليه اليومين دول وعايزين يعاقبوه علشان خلع في نص المأموريه. دوك بال وعده انه هيخلص الحوار ده وقال له يرجع المدرسه بكره. وفي اللحظه دي سيكيونج اتصل بيه وساله هل الوجع كان جامد لما ايهان رمى نفسه من فوق الكوبري؟ دوك بال حس ان في حاجه غلط وجري عليه، ولما شاف حاله سيكيونج النفسيه المتدمره اقترح عليه يعملوا حاجات عمرهم ما جربوها قبل كده. ركبوا القطر ودوك بال لمح كيم وهان راكبين معاهم بس ما فضحهمش، خد سيكيونج وراحوا على البحر. سيكيونج طلع يجري على البحر كانه عيل صغير فرحان، ودي كانت اول مره سيكيونج يشوف فيها البحر وكان طاير من الفرحه. بعد كده راحوا يعملوا شوبينج سوا وتعلموا يركبوا عجل وعاشوا لحظه سعاده كانوا مفتقدينها من زمان. في الوقت ده كيم وهان كانوا بيراقبوهم من بعيد ومستنيين الفرصه اللي يسفروا فيها ايهان على المطار، ولان العيلين لسه قصار ما قدروش يحجزوا اوضه في فندق. دوك بال راح للوكاندا عارفها بس صاحبها رفض يدخله برضه. دوك بال فكروا بمين اللي وقف جنبه لحد ما رجع اللوكاندا دي، وكمان لمح له انه ما بقاش حيلته غير خصيه واحده بس. الراجل اترعب واداله مفتاح الاوضه وهو بيضرب اخماس في اسداس وكان هيتجنن. ازاي عيل في ثانوي يعرف سر حساس زي ده؟ كيم كمان بدا يشك ان العيل ممكن يكون بجد ابن الزعيم بتاعهم. جوه الاوضه دوك بال اخد باله من الجرح اللي في جبهه سيكيونج وساله ايه اللي هببه في نفسه ده. سيكيونج اعترف انه ما بقاش قادر يستحمل تحكمات ابوه وانه خبط دماغه في الحيطه من كتر الغلب والقهره. ابوه كان شادد عليه جامد من وهو حته عيل وده اللي خلاه عنده عقد نفسيه متلتله وكان خلاص استسلم لقدره. بس تاثير دوك بال عليه خلاه اخيرا يبدا يقف قصاد ابوه ويقول له لا. بس عمره ما كان يتخيل ان ابوه يبعت زميله في الفصل عشان يتجسس
عليه أو حتى يركب له كاميرا في أوضة نومه. ومن كتر اليأس راح لكوبري المشاة ودماغه كانت بتودي وتجيب في أفكار سودة، ودوك بال طبطب على كتفه ووعده إنه هيخلي أبوه يدرك قد إيه طريقة تربيته القديمة دي غلط في غلط. وبعد ما سيكيونج راح في سابع نومه، دوك بال أخد تليفونه من وراه، وأول ما فتحه أبو سيكيونج اتصل وكان بيزعق وعايزه يصحي سيكيونج ويرجعه البيت فورا عشان يعتذر. دوك بال رفض تماما ووعده إنه هيحمي سيكيونج ويخليه في أمان. تاني يوم دوك بال اتصل بهان وأمره يطلعوا على الدور التاني. هان وهو نايم على روحه افتكر إن الزعيم هو اللي بيتصل وبلغ كيم بالرسالة فورا، وبعدين استوعبوا إن في حاجة مش مظبوطة وطلعوا يجروا يدوروا على العيل بتاع ثانوي ده. كيم قعد يسأل إزاي العيل ده أصلا جاب رقم هان، وهان مصمم إن العيل ده نصاب وبيمثل إنه ابن دوك بال. دوك بال قرر يكشف لهم عن هويته الحقيقية وقال لهم على السر اللي محدش يعرفه غيرهم بالملي. هان عيط من كتر التأثر وافتكر إن الواد ده هو ابن الزعيم المتخفي اللي كان متداري بقاله 20 سنة. وبكده دوك بال فجأة بقى عنده 2 أعمام في ظهره. وبعدين راح الفصل لقى إن مين لسه ما جاش، اتصل بهان فورا وأمره يوقفوا مطاردة مين دي خالص. بس يا فرحة ما تمت، مشكلة تتحل تطلع مكانها مشكلة تانية. أبو سيكيونج ظهر فجأة في المدرسة واتهم دوك بال إنه ضحك على ابنه وخلاه يبات بره البيت. تحت الضغط الرهيب ده سيكيونج كان هيطب ساكت وخدوه على أوضة الزائرة الصحية. دوك بال استغل الفرصة علشان يواجه السيد تشوي لوحدهم واتهموا إنه قاسي بزيادة وإنه دمر ابنه نفسيا. بس تشوي كانت دماغه ناشفة زي الحجر والكلام معاه ما كانش جايب أي نتيجة. بعد شوية سيكيونج فاق لقى دوك بال قاعد جنبه. دوك بال شجعه إنه يتكلم بصراحة مع أبوه لأن الكلام هو الحل الوحيد اللي هيجيب من الآخر. وبعدين راحوا أوضة المذاكرة وفي بنت ادت لدوك بال عصير، قرأ الورقة اللي مكتوب عليها وضحك وقال إن ذوقها في الشرب زي ذوقه بالظبط. تاني يوم الصبح الست سونج قلبت البيت سويت، كانت بتدور على السكرتيرة علشان تجيب دواها، وعلشان يهديها دوك بال وافق إنه ينزل يجيب لها الدواء بنفسه. في الصيدلية الدكتور قال له إن الدوايين دول ما ينفعش يتاخدوا مع بعض لأنهم هيهببوا حالتها أكتر. دوك بال فهم في ساعتها إن السكرتيرة قصدا إنها تأذي الست سونج. اتصل بكيم سأله السكرتيرة دي متلقحة فين؟ كيم قال له ما يعرفش لأنها هي اللي دايما بتتصل بيهم الأول. ويا دوبك قفل الخط السكرتيرة ظهرت. كيم قال لها إن العصابة هتتحل قريب وإنهم مش هيوسخوا إيديهم معاها تاني. قعدت تندب وتتهم إنه قليل الأصل ونكر للجميل، وفكرته إنه أيام ما المعلم سيو كان مضروب جامد كيم ما كانش معاه حق العملية، والسكرتيرة عرضت إنها تساعده بس اشترطت عليه إنه ينفذ كل أوامرها من ساعتها. بس دلوقتي عدوتها دي تبقى ابن زعيمهم، فكيم رفض يكمل معاها في السكة الزبالة دي واداها مهلة 3 أيام علشان تلاقي إيهان وتركع تحت رجليه تطلب السماح، وبعدين أمر رجالته يرموها بره. وبره السكرتيرة سمعت شوية عيال بيتكلموا عن إيهان، فهمت إن دول زمايله في الفصل فقربت منهم وحاولت تزقهم يعملوا لها مصلحة. دوك بال وصل المدرسة وحس إن الجو مكهرب وفي حاجة غلط. شوية بنات سألوه بجدية انت بجد اتنمرت على سيكيونج وغصبته يشرب خمرة؟ دوك بال اتبرجل وعرف بعدين انه متحول لمجلس تأديب للعنف المدرسي. في الوقت ده السيد تشوي اتهم دوك بال انه غرر بابنه وخلاه ينام بره، وانه بلطجي بيتنمر على زمايله وكمان ليه علاقة بالعصابات، وهدد انه لو المدرسة ما عرفتش تلم الدور هيرفع القضية للنيابة على طول. دوك بال فضل يتصل بسيكيونج كتير بس التليفون كان مقفول ومش عارف يوصل له. بعدين جاله تليفون من البوليس بيقولوا له ان في كذا واد من فصله رافعين عليه قضية تنمر. المصيبة دي وقعت على دماغه زي الجبل وهدته وهو محتاس ومش عارف يعمل ايه. السكرتيرة اتصلت بيه وطلبت تقابله واعترفت بكل بجاح انها هي اللي رشت العيال دي وهددته انه يا اما يسافر يدرس بره او يخش الاصلاحية والا هتخلي امه تختفي من على وش الارض. في الناحية التانية سيكيونج وصل المدرسة، عرف البلوى اللي ابوه عملها، جري يوضح للعيال انه صلح سوء التفاهم ده مع المدير وطلب من زمايله ما يفهموش الموضوع غلط. دوك بال سأله ايه اللخبطة دي كلها؟ سيكيونج قال له ما يحطش في باله ووعده انه هيحل الليلة دي لانها بدأت بسببه اصلا. في اللحظة دي مين دخل الفصل وسأل عن حوار ان دوك بال متحول للنيابة. دوك بال كشف له ان السكرتيرة هي اللي مطبخة الليلة دي كلها. لما عرف ان البلطجية مقعدين في صالة البلياردو طار عليهم وقال لهم انهم مجرد كروت محروقة بيتلعب بيهم في اللعبة دي، ووعدهم لو سحبوا الشكوى ورجعوا المدرسة مش هيعمل معاهم مشكلة في الحوار ده. بس العيال اوحت وقالت ان السكرتيرة في ظهرهم وهتحميهم، وحاولوا يجروا مين لصفهم وكمان ضربوا تقرير طبي مزور. مين شتمهم وقال لهم انهم عيال بجحة وما اختشوش، بس هم فكروا انه هو اللي بدأ التنمر على إيهان في الاول خالص. ولما افتكر كل البلاوي اللي عملها في الماضي مين اتخرس وما ردش بكلمة. وفي الوقت ده دوك بال بدأ يدور على اي دليل يبرئه، وامر عمامه الاتنين يشمشموا ورا السكرتيرة علشان هي الراس المدبرة لكل ده. وعلشان يحمي ام إيهان خطط انه يفضح السكرتيرة قدام ابو سيكيونج ويمسح بيها البلاط.
في ناحية تانية السيد تشوي عرف ان ابنه قدم طلب علشان يلغي مجلس التأديب واتجنن من الغضب. قال لسكيونج انه هيعمل المستحيل علشان يرمي إيهان في الإصلاحية وما يخلوش يعتب المدرسة دي تاني ابدا. وبعد ما فكر كتير سكيونج راح لمين وطلب منه يجيب الفيديو اللي بيبين التنمر على إيهان، وبيقول للنيابة الحقيقة. مين خاف يلبس في الحيط ويخش الإصلاحية لو عمل كده؟ سكيونج كشف له ان إيهان خبى تورط مين في موضوع الخطف، وكمان منع المدرسين يعملوا مجلس تأديبي. كان عشمان ان ضمير مين يصحى ويشهد بالحق عشان خاطر إيهان. الكلمتين دول وجعوا مين قوي وخلوه يلف حوالين نفسه. وفي الليلة دي راح لإيهان ركع تحت رجليه وطلب منه يسامحه، واعترف انه مرعوب وجبان ومش قادر يشهد معاه. دوك بال قومه من على الارض ووعده انه مش هيسيبه يخش الإصلاحية. كل اللي كان طالبه منه انه لما إيهان الحقيقي يرجع مين يعتذر له وشه في وشه. وبعدين دوك بال اخد مين معاه البيت علشان يتعشوا، وقال له يبدأ يروح المدرسة في ميعاده ويبطل بلطجة على العيال. الجدعنة البسيطة دي خلت مين يتأثر جدا وحس بالذنب بياكل في قلبه، ولما رجع البيت انهار في العياط وما قدرش يمسك نفسه خالص. تاني يوم دوك بال وسيكيونج راحوا للنيابة سوا. سيكيونج كان عايز يشهد معاه بس ابوه سحبه ومشاه من قدامه. في اللحظة دي مين ظهر فجأة. دوك بال سأله بزعيق انت ايه اللي جابك؟ ما انت وعدتني ما تجيبش سيرتي. والعيال البلطجية كانوا واقفين بيضحكوا وشمتانين. فجأة مين خطف الشنطة بتاعتهم ورماها لدوك بال وصرخ وقال له على الباسورد. دوك بال طلع يجري بره وفتح التابلت اللي في الشنطة ولقى عشرات الفيديوهات اللي بتفضح العيال وهي بتتنمر على إيهان. وبالدليل ده دوك بال طلع منها زي الشعرة من العجين. ومين اعترف انه كان البلطجي بتاعهم. دوك بال سأله ليه عملت كل ده وورطت نفسك؟ مين قال له كان احساس مقرف ان اشوفك بتتحبس ظلم. وزود في الكلام وقال انه بيحس انه اقل بؤس لما يشوف الشخص اللي غلط بياخد جزاؤه. اعترف انه ما يستاهلش الفرصة اللي دوك بال اداها له دي. وبعدها على طول البوليس خد مين والبلطجية وهم لسه عشمانين ان السكرتيرة هتيجي تطلعهم وتظبطهم. واحد من العيال قال انه كلم المحامي بتاعها بس اتصدم لما عرف انه باعتهم ورميتهم رمية الكلاب. في اللحظة دي مين لمح روح إيهان، عيني دمعت وبلغ اعتذاره ليه في صمت وكل حاجة رجعت لمجاريها. المعلم سيو اللي كان مختفي بقاله فترة ظهر تاني. دوك بال وطى باحترام وسأله عن صحته وأخباره، وبعد كلمتين صغيرين المعلم سيو عرف إن العيل اللي في ثانوي اللي واقف قدامه ده هو دوك بال بشحمه ولحمه، بس ما عملش شوشرة وما فضحوش، وكل اللي عمله إنه شجعه إنه يذاكر جامد ويدخل الجامعة اللي بيحلم بيها. في ناحية تانية الست سونج خفت وبقت زي الفل وقررت تخرج من المستشفى، ودوك بال قعد يقنعها إنها تسيب أبو إيهان وتشوف لها راجل ابن حلال تبدأ معاه على نظافة. اتنهدت وقالت إنها قعدت في البيت 20 سنة وما بقتش عارفة ازاي تعيش وتعتمد على نفسها. قال لها ان علشان هي رمت حمولتها كلها على الراجل ده، فالسكرتيرة قدرت تدوس عليها وتتبلى عليها، واكد لها انها تقدر تمسك زمام حياتها بايديها. فجأة دوك بال لمح اعلان لمعرض بتاع شركة اوكي للمقاولات في برلين. طلع على المطار في ساعتها وهو في السكة اتصل بعمامه الاثنين، قال لهم ان رئيس مجلس الادارة رجع خلاص من برلين وهيوصل المطار كمان ساعة، وطلب منهم ييجوا علشان يمسكوا السكرتيرة ويفضحوها. اول ما الطيارة ما نزلت السكرتيرة اتصلت بالمحامي بتاعها واتصدمت لما سمعت ان إيهان طلع براءة من كل التهم. وفي اللحظة دي دوك بال وقف في سكتهم. عزم رئيس مجلس الإدارة على مطعم صيني عشان يتكلموا كلمتين في السر. السكرتيرة حاولت تفك وتخلع بس هو سحبها ورجعها تاني قدام رئيس مجلس الإدارة. دوك بال فضحها وكشف ازاي هي دبست إيهان في قضية عنف مدرسي وحطت مخدرات لأمه، وكمان أجرت بلطجية علشان يخطفوها، وزود كمان إنها عملت كل ده علشان تبقى هي المرة الوحيدة لرئيس مجلس الإدارة وتستفرد بيه. السكرتيرة اترعبت وحاولت ترقع أي كلام علشان تبرر لنفسها، بس أعذارها الخيبة خلت رئيس مجلس الإدارة يتأكد إنها مذنبة وتستاهل الحرق. كان خايف إن الفضيحة دي لو طلعت للناس هتدمر اسم الشركة وتمسح بيه الأرض. ما كانش قدام السكرتيرة حل غير إنها تركع تحت رجلين دوك بال وتتوسل له يسامحها. راح دالق كوباية مية على دماغها وحذرها إنها إياك تقرب من إيهان أو أمه تاني وإلا هيفرتكها. رئيس مجلس الإدارة عجبته طريقة دوك بال في تظبيط المواضيع وقرر إنه يسجله رسمي كابنه ويعترف بيه، بس دوك بال رفض العرض ده من بابه لأنه مش محتاج أب ممكن يرمي ابنه في أي لحظة وما يسألش فيه. وبره قال لكيم وهان يسبقوه هما وانه يرجع البيت بعد ما ياخد لفه كده يصفي فيها دماغه. كيم افتكر زعيمه وهو بيقول نفس الجمله دي بالظبط زمان، وافتكر كمان لما المعلم سيو قال لهم خليكم هنا واستنوا دوك بال. كل الصدف دي خلت كيم يتاكد في قراره نفسه ان ايهان هو دوك بال. بعدين دوك بال قال لام ايهان انه رفض عرض رئيس مجلس الاداره. الست سونج ردت وقالت ان الموضوع فاجئها بس هي مش مصدومه ولا حاجه، دلوقتي كل اللي في دماغها انها ترجع تمثل وتشوف مستقبلها. دوك بال شجعها تعمل اللي نفسها فيه ووعدها انه هيفضل في ظهرها ويدعمها على طول. وبعد ما قفل السكه سال
إيهان إيه إحساسه وهو راجع تاني. في الفترة الأخيرة روح إيهان كانت بتظهر كتير. سمع اعتذار مين وشاف أمه بتبدأ حياتها على نظافة، واعترف إنه حاسس إنه اتغير كتير ونضج. دوك بعل اتمنى إنه يبطل يتكلم في حوار الانتحار ده ويبدأ يركز إنه يعيش حياته صح ويدخل جامعة محترمة. ومع بقاء أسبوع واحد بس قال إنه هيظبط الدنيا كلها ويسلمها تسليم أهالي زي الفل. دوك بعل رجع المدرسة الأول عشان يودع أصحابه الوداع الأخير ويستسمحهم، وبعدين أخد سكيونج لمكان الرماد بتاعه، وأخيرا قال له على حقيقته وإنه هو مين بالظبط. شرح له إنه مات وهو بينقذ إيهان لما نط فوق الكوبري وروحه دخلت في جسم إيهان بعد الحادثة دي. وفي اللحظة دي إيهان الحقيقي ظهر وحضن سكيونج جامد قوي. المشهد رجع لورا بفلاش باك للحظة اللي إيهان كان بيترجى فيها سكيونج يخلي أبوه يتدخل، لأن وكيل النيابة بس هو اللي هيقدر يعاقب البلطجية دول. سكيونج رفض علشان كان متعصب إنه ساعد إيهان قبل كده، والواد لسه ضعيف ومكسور. وبعدها بدأ يندم وياكل في نفسه وافتكر إنه هو السبب اللي خلى إيهان يفكر في الانتحار والأفكار السوداء دي. إيهان طبطب عليه وقال له دي مش غلطتك خالص، ده عشان أنا اللي ما كانش عندي الجرأة أقف وأضرب وأدافع عن نفسي. وقال لسكيونج إنه لازم ينشف ويبقى راجل ويبطل يخلي أبوه يكسر فيه ويأذيه. والسكيونج اتغير بجد وبقى واحد تاني لما أبوه منعه إنه يصاحب دوك بال تاني، ووقف في وشه وقال له لأ بكل حزم. ده كمان دور على شغلانة باليومية لأنه عرف إن الفلوس والاستقلال المادي هو اللي هيحرره من سجن أبوه. في الوقت ده دوك بال قابل أكتر دراعين يمين بيثق فيهم، بينما هان كان مسطول وطينة. كيم سأل دوك بال ليه ما قالهمش على حقيقته من الأول وكشف ورقه. دوك بال قال له إن روحه هتختفي تاني في يوم من الأيام، وده كان هيبقى قاسي قوي عليهم وما يستحملوش الصدمة. تحت شمس الغروب رفعوا الكوبايات، شربوا نخب اللحظات الأخيرة اللي بيقضوها مع بعض. وقريب قوي جه يوم رحيل دوك بال الموعود، واللي ما كانش متوقع خالص إن إيهان قرر إنه مش هيرجع لجسمه تاني، وقال إنه ما بقاش عنده أي أمنيات أو طموح في الدنيا دي، وإن لو في حد يقدر يعيش مبسوط في جسمه فده كفاية قوي إنه يخليه طاير من الفرحة. وبعد ما قال الكلمتين دول ابتسم، خد بعضه ومشي في طريق النور الساطع ده. وفي نهاية الحدوتة دوك بال اتقبل في الجامعة اللي كان طول عمره بيحلم إنه يدخلها. في الأيام اللي جت بعد كده عاش كل يوم بحماس وما بطلش يعافر أبدا. هنا بينتهي قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. اعملوا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل ملخصاتنا الجديدة أول بأول. سلام.